احلى متابعين، اهلا بيكم. الطعميه البيتي هنعملها باسهل طريقه ومن غير اي مجهود ولا اي تعب وابسط المقادير، وكمان هنعملها في الخلاط. شايفين شكلها تحفه وسامعين الصوت؟ مقرمشه جدا وطريه من جوه زي ما انتوا هتشوفوا. يلا بقى تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ويا ريت اللي يشوف الشكل الجميل ده يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واخر الفيديو هنزل لكم الفيديو اللي جاي، حاجه جميله قوي هتتبسطوا منها جدا وتحسسكم ان في فسحه جايه. تعالوا نشوف هنعمل الطعميه ازاي. معانا نص كيلو فول مدشوش، ده نص كيلو. انا نقعاه من قبلها بيوم عشان انا هعمله في الخلاط، عايزاه يطرى قوي. غسلته من الميه بتاعته وصفيته خالص، وجيت حطيت حزمه كرات عليه، حزمه كرات وحزمه بقدونس على كزبره وبصلايه صغيره. بس كده، مش هنزود خضره. ومعلقه توم مفرومه كبيره. بلاش تزودي الخضره عشان الخضره بتسودها، وانتي بتقليها تلاقيها سودا كده لان الخضره كتيره فيها. بنقلب كل الخليط ده في بعضه، وبعدين بنجيب الخلاط. بجيب الخلاط وبعدين بجيب كوباية مية هي وسط، وبحطها في الخلاط. مية عادي. وبحط شوية صغيرين من الخليط بتاع الطعمية، ونفضل نولع ونطفي نولع ونطفي كده في الخلاط لحد ما تتضرب معانا كويس. طب ما لقيتيش كرات او مش عندك او مش متاح، ممكن تجيبي بصل اخضر او تكتفي بالبصل العادي اللي احنا حطيناه مع الخضرة وخلاص على كده. انا ما بعملش في الكبه وبعمل في الخلاط لان الكبه عندي ضعيفه وبتطلعها خشنه معايا، لكن الخلاط بيبقى اسهل واحسن، وبتطلع زي ما بجيبها من بره بالظبط زي ما انتوا شايفين. وبفضل بقى اعمل كده بالمعلقه فيها عشان انزل منها اي سوائل بتنزل زي ما انتوا شايفين. الشبه اللي بنجيبها من بره بالظبط ومضروبه كويس، لان اللي بره بيعملوها بالحجر فبتبقى مضروبه كده. دي بقى كوبايه الميه اللي فضلت اهي. هنحطها في الخلاط تاني ونكمل باقي الخليط، نحط فيها شويه برضو صغيرين من خليط الطعميه ونضربه. انت لو عندك الكبه قويه اعملي بيها عادي جدا. اهو هعمل بقى كل الكميه كده اهو. ده النص كيلو كله اهو عملته. بنزله بقى. زي ما انتم ملاحظين انا ما حطيتش اي توابل فيها. دي ما تتحطش توابل فيها غير على القلي. حتى انا بصوا انا نسيت اوريكم. الفول اهو. في واحده هي هوريها لكم، مخليها عشان اوريها لكم. طريه جدا، يعني لازم تنقعيها من قبلها بيوم تنقعيها عشان تبقى طريه، عشان هتعمليها في الخلاط ما تتعبكيش في الخلاط. اجي بقى افرز منها. ده كيس المطبخ اهي. هفرز اللي هفرزه، وهخلي شويه على قد الاكل. تحطي في الكيس على قد المره اللي هتعمليها. اهو طبعا بتدبدبيه وتخرجي منه الهواء خالص. اهو بتتنيه، وبعدين لازم تخرجي منه الهواء، وبعدين بتلزقيه باللزق الصغير اهو. تعملي كده، ممكن تسيبيه مفروض زي ما هو كده، او ممكن تتنيه زي ما انا هعمل عشان ما ياخدش معاكي مكان في الفريزر. اهو زي ما انتوا شايفين كده احسن. ممكن تسيبيه مفروض او ممكن تتنيه زي ما انت عايزه، ما ياخدش معاكي مكان خالص في الفريزر. هعمل بقى الكميه اللي هفرزها كلها كده، وبعدين دول شويه هجربهم معاكم. باجي بقى اتبل نص معلقه ملح، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه كمون، وعلى طرف المعلقه كده كربوناتو او بيكنج باودر اللي عندك. وبقلب كله، وتظبطي الملح كويس زي ما تحبي، ممكن تحطي شطه لو بتحبي. وبعدين باجي ببل ايدي ميه. لازم تبلي ايدك ميه، وبعدين بتاخدي حته من الخليط اهو، وبعدين بتاخدي من السمسم بايدك اهو، بيلزق في ايدك تروحي لازقاه في الطعميه زي ما انتوا شايفين. وبنزل في الزيت. هوريكم واحده تاني عشان ابين لكم بعمل ازاي السمسم. باخد الحته اهو بدورها، وباخد السمسم اهو بيلزق على طول في الطعميه، وبعدين بتقليها بقى عادي اهو زي ما انتوا شايفين، ما بتفكش خالص اهو في الزيت، وتحفه. طبعا مش محتاجه اقول لك الطعميه بقت بكام والقرص اللي زي ده بكام. يعني القرص اللي زي ده بقى ب2 جنيه ويمكن اكتر. فبص احنا عملنا كميه كبيره، فرزنا شويه، وكمان اهو بنقلي مع بعض. بصوا هنقلي قد ايه، من شويه صغيرين عملناهم. اول ما بتحمر من جنب بنقلب من الناحيه التانيه. وحاجه ما بتكونش شاربه زيت، وحاجه نظيفه، وزيت نظيف. ما تضمنيش بقى الزيت اللي بره محروق قد ايه ومقلي فيه حاجات قد ايه. حاجه نظيفه كده في البيت. وبنطلعها بقى على مناديل مطبخ
اهو هعمل برضو الشوية اللي هعملهم دول كلهم كده. طبعا طالعة تحفة جدا، وحاجة ما كلفتناش اي حاجة غير نص كيلو الفول المدشوش والخضرة بس. طبعا انتوا عارفين الاسعار لان كل حتة دلوقتي بسعر. اهو عملنا كل الكمية، شايفين شكلها. هي طبعا سخنة قوي، انا مش عارفة اقطعها اصلا، سخنة قوي الزيت. بصوا بتطلع دخان اهي، انا بس عشان اوريها لكم. شايفين؟ هوريكم بقى مقرمشة ازاي. اهو هاخد واحدة هوريها لكم مقرمشة ازاي، ومش شاربة زيت خالص، مش شاربة زيت خالص. شايفين المناديل ناشفة وطرية من جوه، تحفة جدا. اتمنى تجربوها. طيب الجمال ده يعني ما ينفعش ان انت تعملي لايك لحد دلوقتي؟ انت لسه ما عملتيش لايك؟ اهو اللي فرزناه واللي عملناه. وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر اللي انا قلت لكم استنوا هنزل لكم الفيديو اللي جاي، حاجه كده هتحسسنا ان في فسحه جايه لنا. اتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.